تخيل انك اشتريت حاجة وركنتها عندك وكل 3 شهور تلاقي واحد بيخبط عليك يديك فلوس ويقول لك دي مكافأة يا رب وعدنا. ده كله عشان انت لسه محتفظ بالحاجة دي. توزيعات الارباح او الكوبونات هي جزء من الارباح الصافية اللي الشركة بتقرر توزعه كاش. لما الشركة بتكسب قدامها خيارين، اما انها تعيد استثمار الارباح علشان تكبر، اما بقى توزع جزء منها على ملاك الاسهم. الفلوس دي بتنزل مباشرة في حسابك البنكي اللي مربوط بمحفظتك الاستثمارية، وده بيتم في ميعاد محدد وبغض النظر عن سعر السهم وقتها. يعني حتى لو السوق نايم انت لسه داخل لك دخل نقدي ثابت من استثمار. الشركات القويه والمستقره هي اللي بتلتزم بتوزيعات منتظمه، وده اللي بيخليها جذابه بالجيم مش بالكاف لاي مستثمر، خاصه اللي بيدور على دخل سلبي او الباسيف انكم. وده في الغالب مستثمر بيدور على ان مصاريف حياته تجيله من الدخل السلبي ده. مثال بسيط، زي مثلا لما تكون مشارك واحد صاحبك في محل وفي اخر السنه يعمل جرد ويطلع نصيبك من الربح، بتاخده كاش في ايدك وانت ملكيتك في المحل زي ما هي. اسمع الخلاصه من اخوك درويش. توزيعات الارباح هي العائد النقدي الدوري اللي بتاخده انت كمساهم من ارباح الشركه من غير ما تبيع السهم. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.